السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفات مغربية مجربة. اليوم ان شاء الله غادي نديرو التقلية. ها هي انا عندي الكرشه اللي هي تيقولوا لها التقلية ولا واش يسميها. ها هي رانا غاسلاها، رانا ملي بغيت نغسلها رانا درتها في الماء، درت واحد الكاسرونه حتى طابت ديال الماء وحطيت الكرشه فيها وهزيتها وبديت نحيدها، تفركت منها كلشي داك الشوائب ديالها، كلشي داكشي الكحل ديالها. ها هي ديري معاها الا بغيتي ديري معاها حتى شويه ديال سميتو الريه وديري معاها هادي. عندي هنا واحد جوج مطيشات محكوكين ها هما. عندي هنا العطريه، عندي الفلفله حمراء اللي هي التحميره، عندي الخرقوم البلدي هو الكركم، عندي سكينجبير اللي هو الزنجبيل، عندي شويه ديال الملح لان في الاخر غنزيد الحامض مصير، عندي البزار واحد شويه ديال البزار، واحد نص معلقه ديال البزار، عندي القزبر ومعدنوس، ها هي واحد 2 معلقه ديال القزبر ومعدنوس، عندي الثومه واحد 3 الفصوص ديال الثوم ولا 4 ها هما مطحونين، عندي الزيت البلديه، عندي الكمون، ولكن الكمون غنزيدو حتى للاخر ملي غنحس بها طابت غنزيد الكمون ونزيد واحد نص ديال الحامض مصير ونزيد الزيتون. الزيتون اختياري الحمر ولا الخضر اللي بغيتي. بسم الله. غادي ندير الزيت البلديه، انا راه كنصب غير بالزيت البلديه قليل، فين كندير واحد نص كاس هكاك ديال الزيت البلديه ولا كاس. غندير ديك المطيشه اللي حكيت، غادي ندير ديك العطريه، ديك الفلفله حمراء والخرقوم وسكينجبير والبزار وشويه د الملح لان عندي في الاخر عندي سميتو عندي الزيتون وعندي الحامض مصير مالح، وانا كندير حطيات من الملح. عندي داك القزبر ومعدنوس، عندي ديك الثومه، عندي ديك التقليه غادي نديرها حتى هي نشحرها مع ديك لاصوص. وانا غادي نهضر لكم على الفلفله الحمراء اللي هي التحميره، راه هي ولاو تيديروا فيها الصباغه، راه ولاو تيشدوها تيديروا فيها واحد شي صباغه مضره بالنسبه للصحه. الانسان اللي بغى يدير ديك الفلفله الحمراء يشريها مزيودات ويطحنها على يدو، او يشوف اللي يكون تيبيع ديك الفلفله الحمراء مزيانه، راه ولاو تيديروا فيها شي مواد سامه. وبالنسبه للنافع حتى هو النافع راه ولاو تيصبغوه، فالا شتيه خضر بزاف عرفيه بانه راه مصبوغ. ها هي من بعد ما تشحرت دابا مزيان انا غنعقم نزيد عليها دابا المرق الماء وغنسد عليها. وهي التقليه راه تتفط الطياب شويه، الا كانت عندكم صغيره ما تكثروش المرقه بزاف، الا كانت عندكم غتزيدي مثلا تزيدي ديري واحد يطرونس هكاك ديال الماء ولا شنو تخليها تطيب. ملي تشوفيها طابت ولا يكون باقي فيها المرقه تعقبي تشعلي عليها وتخليها حتى تتشحر المريقه ديالها وتجي زوينه. ديري الزيتون وديري الحامض مصير وتزيد شويه الكمون كتجي زوينه. ها هو الزيتون، عندي دابا الزيتون تنديرو في ديك التقليه. هاد تما التقليه راها طابت، غنشعل عليه واحد شويه حتى تدخل ديك لاصوص ديال سميتو مع الزيتون وصافي. ومن بعد ان شاء الله هانتوما هي التقليه من بعد ما طابت. ها هي راه زدت فيها شويه ديال الحامض مصير وزدت فيها الزيتون وخليتها تتشحرت، راه كتجي زوينه. وزدت داك شويه ديال الكمون راني زدته في الاخر وخليته شي شويه تيطيب شي شويه مع الزيتون وهداك الشيء تتطلق. وبالصحه والراحه وذوقوها وردوا عليا الخبار. بالصحه والراحه. راه اللي بغى يديرها حتى في رمضان ديرها كواك يطيبها ويديرها في طبيصلات مره يحط داك الطبيصلات في رمضان مع الفطور، راه كتجي زوينه وبنينه. بالصحه والراحه. شكرا وشاركوا معنا على القناه ديالنا على اليوتيوب وشكرا.